عارف ليه 80% من البيزنس اللي بتعمله انت وصاحبك دلوقتي هيفشل؟ انا يوسف رجب، ماركتير وسي او تيم ليدر. والسبب ان انتوا بتركنوا الماركتنج على جنب، بتقول الماركتنج هبدا اعمل ماركتنج يا عم ما امسك فلوس، يا عم ما يجي لي بادجت. انتوا الاتنين تبداوا البروجكت بتفكروا بالكواليتي، هنجيب منين الماتيريالز، هنروح فين، هنشتري منين، الحاجات دي كلها، وبتنسوا خالص الماركتنج. الماركتنج المفروض الصح بتاعه بيبدا مع الفكره من الاول. لو طالعه ما فيهاش فيها ماركتنج صح مش هتنجح. انا جاي اوفر لك فلوسك واتكلم معاك بصراحه واقول لك الماركتنج يبدا من كتابه الفكره الاول. ما تيجي تفكروا مع بعض تفكر في الماركتنج. يعني مثلا اهم حاجه من الحاجات دي اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت او اليونيك سيلينج بروبوزيشن زي الناس ما بتقول. اليو اس بي عباره عن النقطه اللي هتخلي الناس تيجي لك عشانها. ايه الحاجه اللي انا مميز فيها؟ ايه الحاجه اللي هتخلي الناس تسيب الكومبيتيتور وتجي لي انا كشخص؟ اليونيك سيلينج بوينت هو عباره عن النقطه اللي انت المفروض تبيع عشانها، اللي هتخلي الناس تسيب الكومبيتيتورز كلهم ويجوا لك انت. زي مثلا العربيات الالماني، لما حد يقول لك انا عايز اركب الماني بيركب عشان مثلا الاستابيليتي. غيره مثلا الصيني يقول لك لا انا عايز رفاهيات مش مهم الاستابيليتي. دي اليونيك سيلينج بوينت. يا عم محمد ما تبداش المشروع الهوديز اللي انت عايز تعمله انت واصحابك بقالكم 3 ساعات قاعدين على القهوه بتفكروا فيه من غير ما يبقى عندك يونيك سيلينج بوينت. الهودي بتاعك زي الهودي بتاع اللي جنبك والله ما فرقت. ميز نفسك، ميز البيزنس بتاعك بيو اس بي. والناس اللي بتحب البيزنس وتتفرج على شارك تانكس تبقى عارفه ان اليو اس بي اللي انا بقوله ده شبه البارير تو انتري. وفعلا اليو اس اقرب حاجه للبارير تو انتري في عالم البيزنس. البارير تو انتري حاجه بتخلي حد تاني ما ياخدش فكرتك ويروح يطبقها عنده. طالما من الناحيه التانيه الماركتنج حاجه بتميزني ان انا ابيع بيها. فانت دلوقتي اهم حاجه تعملها كان صاحبك على جنب دلوقتي ما تردش عليه على التليفون وابدا طلع في البروجكت بتاعك يو اس بي. ما تبداوش من غير يو اس بي عشان هتندم عليه قدام. يلا اتكل على الله. فول فور مور.